احتار وكل ما ما ثماش احتاره في العربيه، ثم حاره يحاروا في العربيه، ما ثماش احتار. هم يضبطوا فيها برشا وغريبه، حتى ريتا حسين وقالت فيها استغربتها. انا معنى احار في تصنيفه، ولكن ما اخلص اليه. احيانا نقول هو ليس اللي يسموه النيوكلاسيسيزم، مثلا احمد شوقي هو التصنيف، راهو دائما في الادب التصنيف فيه الاشكال، كيف تصنف؟ هاي مشكله التصنيف. نقول هو مش احمد شوقي، مش صافي طبعا معناه. وهو يراوح بين قصيدة البيت، وأنا أفضل أن أسميها قصيدة البيت وليست قصيدة العمودية، لأن عمود الشعر هو نظرية الشعر عند العرب. عمود الشعر هي قصيدة العمودية تسمية خاطئة ليست دقيقة، تستعمل ولكن ليست دقيقة. ويراوح إذا بين قصيدة البيت وقصيدة التفعيلة، على قلق هذه التسمية، لأن التسميات كلها تعاني من قلق العبارة. ولكن أنا ديما نقول جمال هو شعرية نصه هي من شعرية اللغة العربية، واللغة العربية باختصار شديد وباختزال أشد، لأن المقام لا يمكن أن يفسح لنا المجال لكي نتوسع في ذلك. اللغة العربية راي من أقدم اللغات السامية، وهناك من المستشرقين الألمان من يقول هي أقدم اللغات السامية، ولكن يكاد يكون من الثابت أن العربية تحتفظ، اللغة السامية الوحيدة التي تحتفظ إلى اليوم، هذا يقوله علماء اللغة، تحتفظ بأقدم سمات اللغات السامية. شنو السمات؟ هي الأعراب. والأعراب أنا لي رأي فيه، وعلى كل ثم أستاذ في الجامعة التونسية، هو أستاذ زميل ولكن أنا أشرف على الدكتوراه نتاعو، أكملها وسيناقشها قريبا. واقترحت عليه أن يعد فصلا يتعلق بالأعراب ويبين بالحجج والبراهين كيف أن الأعراب ليس من النحو وإنما هو من الإيقاع. قلت له نعطيك مثال بسيط، كيف نبكي؟ نقول أنا للطلبة نقول كيف نبكي من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللواء بين الدخول صحوي. مثلا نقول لخولة أطلال ببرقة فهمت تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد. المعنى يستقيم ولا، ولكن ما الذي اضطرب واختل؟ هو الوزن، هو العرض. إذا الإعراب يفترض أن يقتنها، رأيي هو فرضية أن يقتنها من زاوية الإيقاع. لماذا أقول هذا؟ ما نحبش نطول لأن الحديث يغني. هو لأن اللغة العربية هي لغة شاعرة من نفسها، لسبب يكاد يكون معروفا عند القدماء وعند بعض المستشرقين الألمان خاصة، هو أن العربية نشأت في رحم الشعر، في رحم الشعر، وأن العرب كانت لهم لهجاتهم أو كانوا يقولوا لغاتهم، ولكن في الأسواق والأسواق كانت بالمعنى الثقافي للكلمة. استطاع شعراء العرب من تميم ونجد والحجاز، وليش ما عندهاش برشا شعراء، وليش ما فيهاش برشا شعراء، الشعراء الكبار أكثرهم من اليمن، على كل من قبائل أخرى. إذا ما الذي حدث؟ نقلوا المفردة فيما يبدو من سجل اللهجة إلى سجل اللغة، ولم يكونوا يتكلمون الفصحى. غاطين اذا تصوروا سيدنا والصحابه يتكلموا العربيه الفصحى؟ لا، هذا انا كما نعمل للطلبه، نقول لهم انا اقدم محاضرتي بالعربيه الفصحى، نقول لهم لو خرجت من القاعه نقول لك تعالي يا ابنتي انا الان ادعوك الى المشرب، الا تشربين قهوه معي؟ تقول لي تضحك. قلت لها لماذا عندما اخاطبك بالعربيه في قاعه المحاضرات لا تضحكي، ولكن لو خاطبتك عندما اخرج ستبتسمي وش بل ولا شبيك. الجاحظ كان يقول ذلك، الجاحظ وما أدراك ما الجاحظ، كان يسخر من الذين يتكلمون العربية الفصحى المعربة خارج حلقات العلم. موجودة الجاحظ نصوص في ذلك. اللغة العربية شاعرة من نفسها، حتى أن الباقلاني برشا شيء. القرآن أول ما نزل العرب التبس عليهم القرآن، قالوا هذا شعر ورب الكعبة. الباقلاني فيما بعد في القرن الثالث تقريبا هو ضمن في كتاب الإعجاز يعقد فصل ممتع جدا بين القرآن والشعر. البقلاني وما أدراك هذا علم دين، يقول القرآن شعر، يقول لكن ليس بمعنى القصيدة، يقول بمعنى الصنعة اللطيفة في نظم الكلام. إذا شعرية جمال لا علاقة لها بالشهادات. ما عندهمش المتنبي الشعراء العربية كلهم أبو تمام كل الشعراء العربية، لا الشهادات موضوع آخر. تقرأ في الثانوي وفي الجامعة قضية أخرى. لا هو من شعرية اللغة العربية، شعرية اللغة العربية عندما هو يحفظ النص القرآني ويقرأ الشعر الجاهلي والشعر المعاصرين وما إلى ذلك، لا شك إذا هناك إيقاعات وهناك قوالب وما إلى ذلك، وهي التي تصنع عادة الشعرية، لكن عند الشخص
الموهوب الذي يعرف كيف يلتقط التفاصيل وكيف ينسج النص وكيف يبني استعاراته، يعرف كيف متى يفتتح ومتى يقفل وما إلى ذلك. إذن هي شعرية جمال بكل صدق، هي من شعرية اللغة العربية نفسها. يعني هذا أظنها في هذا الأفق يمكن أن نحدد شعريته. إذن شكرا لكم والمعذرة عن هذه الإشارة. صح.